ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الدرس الاول في الوحده الثالثه. الوحده كلها بتقول on the weekend on the weekend on the weekend on يعني في the weekend يعني نهايه الاسبوع. احنا بنعمل ايه في نهايه الاسبوع؟ وهناخد معناها شويه اكشن او شويه verbs افعال. on the weekend ما تقولش weekend. طيب اول كلمه عندي play sports. البي مع ال بلا والاي واي بتعمل لونج اي، بلاي والاو ار بتعمل لونج او. سبورتس بلاي سبورتس واحد بيلعب رياضه. واحد تاني في الاجازه بيعمل listen to music. listen التي هنا silent ودايما التي لما تيجي من حرف الاس والاي بتكون silent، زي كلمه fasten often listen تبقى silent. listen to ولسن لازم يجي وراها تو بعد كده ايه؟ ميوزك. listen to music لونج يو ساكن اي هنطق اليو باسمه، والاس جايه من حرفين متحركين هنطقها زي وشورت اي. ميوزك listen to music يعني يستمع للموسيقى. حد تاني بيعمل ايه؟ collect magnets. شورت يو شورت اي collect، والسي هنا بنطقها ك والسي هنا بنطقها ك. collect magnets. ماج شورت ايه؟ نتس شورت اي. كالكت عليكم السلام يا جود، الحمد لله على السلامه يا مسا. كالكت ماجنتس يعني بيجمع المغناطيس، بيلعب بالمغناطيس يعني. تمام؟ طيب حد تاني بيعمل ايه؟ draw pictures. هنا عندنا اكتر من قاعده في الكلمه دي. الدي مع الار بنطقها درا والاي دبليو بنطقها لونج او draw. كلمه pictures فيها حالتين، التي في كلمه pictures silent، ما تقولش بيكت شر، لا التي سايلنت. وعندك الاربع حروف دول ايه هما؟ التي يو ار اي لما يجوا مع بعض بنطقهم كده تشر، او بنطق اليو شا تشر. بيكتشرز درو بيكتشرز يعني يرسم صور. يبقى في حد بيلعب رياضه في الويك اند، حد بيستمع للموسيقى، حد بيجمع مغناطيس، حد تاني بيرسم صور درو، والدي مع الار بنطقها درا. حد تاني بيعمل take photos. take لونج A ساكن E take، هنا بنطق حرف ال A باسمه. photos ال PH ده digraphs. تمام؟ يعني ايه digraphs؟ يعني حرفين ليهم صوتين، ال P صوته ب وال H ه، الاتنين مع بعض يعملوا صوت الف ساوند. وشورت او photos والتي جايه من حرفين متحركين بنطقها دي. take photos. تمام؟ تاني play sports, listen to music, collect magnets, draw pictures, take photos. طب حد تاني sing a song. خد بالك دايما ال NG في آخر الكلمة بتطلع كده sing a song. ما تقولش sing a song، لا، في الأمريكان أكسنت sing a song. ما بنطقش الجي او بقول الجي وبحبس هواها، ما بقولش sing، لا sing a song. sing شورت اي، song شورت او. تمام؟ دول الافعال اللي بنعملهم في الويك اند. عندي كلمه كمان اسمها بوب ميوزك. ده نوع من انواع الموسيقى اسمه نوع البوب. تمام؟ طيب هنا بقول لي listening and reading، استمع واقرا، هيبقى في محادثه. هنا الام بتقول لبنتها هنا what are you drawing؟ قالت لها ايه؟ نخلي الكلمات في ناحيه كده. what are you drawing؟ what are you drawing؟ طبعا ده سؤال، تعال نترجم كده. what يعني ما او ماذا، are يعني يكون. ليه حطينا ار مش ام ولا از؟ عشان يو بتاخد ار. طيب الدرو يعني يرسم. في هنا عندي اي ان جي، دي معناها ايه؟ معناها الان. هنا وات ار يو دروينج، انت بتعملي ايه دلوقتي وانا بكلمك؟ وده هو ايه؟ البريزنت كونتينوس تنس، زمن المضارع المستمر. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بتكون من ايه؟ فيرب تو بي والاي ان جي. اول ما تشوف الاثنين دول يعرف ان هو مضارع مستمر. تقول لها انت بتعملي ايه دلوقتي؟ اكيد هي لازم ترد عليها تقول لها انا بعمل دلوقتي كذا. انا يعني ايه؟
I. اكون يعني ايه؟ am. ايه يا مستر؟ ان هي مش كانت are؟ هي بتسالها انت بتعمل، هتقول انا بعمل I am. ها؟ قالت لها ايه؟ draw. ينفع اقول draw؟ لا، هي سالتها بتعملي ايه دلوقتي؟ هتقول لها انا بعمل دلوقتي I am drawing a cat. انا برسم قطه. I love cats. انا بحب الايه؟ القطط. ناخد بالنا ده المضارع المستمر. تاني، ازاي اسال في زمن المضارع المستمر؟ خدنا قبل كده الزمن بيتكون من ايه؟ بيتكون من ام واز وار. ام بتيجي مع الاي، والاز بتيجي مع الهي والشي والات، والار بتيجي مع اليو والذي واليو والوي. طيب ازاي اسال في زمن المضارع المستمر؟ بحط اداه الاستفهام اللي بسال عنها، سواء ما او ماذا او متى او اين، وبعدين انا هتكلم عن بسالك انت يو، بسال نفسي اي، بسالهم هما they we you. شوف كل واحد بياخد اليو بتاخد ار. طب لو حطيت اي هنا هقول وات ام اي درو. انا برسم ايه؟ بكلم نفسي. طب لو هسالك عن حد هو، هقول وات از هي دروينج. طب لو هي وات از شي دروينج. يبقى لازم اخد بالي ان لازم الفعل ما يتغيرش زي ما هو اي ان جي، لكن اللي بيتغير الام والاز والار. والله بسالك انت هحط الار، بسالكم انتم بحط الار، بسالنا احنا بحط الار، بسال نفسي بحط الام، بساله مفرد بحط الاز. تمام؟ الاجابه لازم يكون فيها فيرب تو بي، الار هي تتحول لام، ولازم يكون فيها اي ان جي. اي ام دروينج ا كات. قالت لها انا برسم ايه؟ قطه. نكمل. نمبر 3، هاني what music are you listening؟ نفس السؤال. هاني what music are you listening؟ ING. ايه هي الموسيقى اللي انت بايه؟ بتسمعها. listen فيها انس. listening برضه نفس الحكايه. ايه اللي حصل؟ اساله هو، فلازم يكون verb to be والاي ان جي. ايه هي الموسيقى اللي بتسمعها دلوقتي يا هاني؟ اكيد هاني هيقول لها انا بسمع دلوقتي. انا يعني ايه؟ اي. لازم تاخد am. listening اكيد تو طبعا. بيسمع ايه هو؟ قال لها I am listening to pop music. pop نوع من انواع الايه؟ الموسيقى. انا بسمع ايه؟ pop music. بسمع نوع من انواع الموسيقى. تاني برضه فيرب تو بي، مضارع مستمر. انت بتسمع ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي بسمع. فين دلوقتي؟ am واي ان جي، ار واي ان جي، am واي ان جي، ار واي ان جي. تمام؟ نكمل. قال لها انا بسمع دلوقتي حالا الايه؟ البوب ميوزك. طيب ده الجزء الاول من ايه؟ من الدرس. بيتكلم عن ازاي اسال في زمن المضارع المستمر، وازاي ايه بتكون من ايه. خدناه قبل كده بتكون من ايه، وده السؤال في زمن المضارع الايه؟ المستمر. طيب الجزء الثاني نمبر 5، I like drawing but I don't like listening to pop music. ناخد بالنا من النقطة دي. I like drawing, comma but I don't like بحبش ايه؟ listening to pop music. وده الجزء الثاني من الدرس. الجزء الاول بيكلمني ازاي اسال في زمن المضارع المستمر. الدرس الثاني بيتكلم عن حاجتين، عن like وعن but. عن like وعن but. ايه like دي؟ like ده عشان to express admiration from something. يعني انا بستخدم like عشان اعبر عن اعجابي بشيء معين، او انا بحب الحاجه دي، بستخدم like. تمام؟ الدرس بيقول لي لو like لازم يجي وراها الاي ان جي. يعني ايه؟ I like drawing, I like playing, I like swimming, I like driving, I like eating, I like playing football, I like drawing pictures. يبقى لازم تحط ورا like draw اي ان جي. الجزء الثاني اللي مش في الدرس هو ده. ايه هو؟ لو عايز تقول I like to، ركز معايا، هتقول like بس
لازم تحط ing. هتقول لايك تو هتحط الفعل في المصدر، وخد بالك المعنيين واحد. يعني ايه المعنيين واحد؟ بص كده معايا. I like drawing انا بحب الرسم. طيب I like to draw، ايه الفرق؟ انا بحب ان ارسم. هل في فرق في المعنى؟ لا، هو الموضوع كله استخدامات واختياري في الامتحان. جه لايك بس احط ing، جه لايك تو لازم تحط الفعل في المصدر. ده الجزء الاول من الجزء ده. الجزء الثاني بيتكلم ايه؟ but we use but to show contrast. احنا بنستخدم but عشان نوضح التناقض. يعني ايه التناقض؟ نص الجمله اللي قبل but بيناقض نص الجمله اللي بعد but، ودايما بيجي قبل but كوما. تمام؟ لكن مش عايز اربطك بالكوما. يعني انت اغلب المدرسين يقول لك طالما في كوما اختار but. لا، انا عايز افهمك تاخدها ازاي او تعرفها ازاي. but بتوضح التناقض. انا بحب حاجه وما بحبش حاجه. تمام؟ انا ذاكرت كويس لكن ما نجحتش. انا ما ذاكرتش ونجحت. الجو مطر ورحت المدرسه، تناقض. المفروض الجو مطر ما تروحش. انا عيان بس رحت المدرسه. تعال نشوف. I like drawing انا بحب الرسم but لكن I don't like listening to music. يبقى هنا في تناقض. ايه هو؟ ان هو بيحب حاجه وما بحبش حاجه. انا بحب الرسم وما بحبش الموسيقى. طيب هتفرق لو جبت الجمله دي قبل دي؟ لا. يعني لو قلت I don't like listening to music but I like drawing، لا، هي انا ما بحبش الموسيقى لكن بحب الرسم. يبقى we use but to show contrast. الدرس ده مهم جدا. ازاي استخدم المضارع البسيط مستمر، ولايك بيجي وراها ايه، ولايك تو بيجي وراها ايه، وكمان بستخدم but ايه امتى. تمام؟ I am like drawing but I don't like listening to music. Number 6. Do you like collecting magnets؟ انت بتحبي تجمعي المغناطيس؟ هتلاقي ايه؟ Yes I do. هنا do you like دي معناها مضارع مستمر بسيط. Do you like collecting magnets؟ زي ما انت واخد بالك حتى في السؤال اهو like بيجي وراها ing. هنا دول معناها ايه؟ هل انت تحبي جمع المغناطيس؟ طب لو انا هجاوب بحب او ما بحبش، هقول yes I do بحب، او no I don't لا ما بحبش. تمام؟ يبقى الدرس ده مهم جدا جدا جدا. في مضارع مستمر، في like ing like to فعل في المصدر، في but، وفي السؤال بايه؟ بذم المضارع البسيط اللي هو بسالك عامه انت بتحب. انا بسالك عن حاجه بتعملها على طول، هل انت بتحب جمع المغناطيس على طول؟ تمام؟ يبقى استخدم الجزء ده. تمام؟ زي ما انت شايف هنا بيقول لك the present continuous tense we use it for a thing that is happening at the moment of speaking. انا بستخدمه في اللحظه حاجه بتحصل وانا بتكلم دلوقتي. لما اقول لك I am drawing a cat يعني وانا بكلمك دلوقتي انا برسم صوره. I am listening to music وانا بكلمك دلوقتي بايه؟ بسمع موسيقى. قلنا الاي بتاخد ام انا اكون، الهي والشي والات بياخدوا از هو يكون هي تكون او هو غير عاقل، واليو والذي واليو والوي بتاخد ايه؟ بتاخد ار. بعد كده الفعل فيه ايه؟ في اي ان جي. طيب هنا بيقول لي لاحظ ان يحذف حرف الاي غير المنطوق من اخر الفعل عند اضافه اي ان جي، وده عندكم في سنه ايه؟ 5. بص كده معايا، عندي كلمه تيك ياخذ، كلمه ميك يفعل، تمام؟ كلمه براكتس يمارس. دي كلها افعال. انا عايز اجيب الاي، عايز اجيب منها الاسم فبحط اي ان جي. بيقول لي لو الفعل في اي في الاخر مش منطوقه، يعني مش منطوقه بيقول تيك اخر حاجه منطوقه الكي، تيك ميك براكتس، احذف الاي وحط اي ان جي. تيكينج ميكينج براكتسينج. تمام؟ ده ليه؟ عشان هنا لو انت عايز تحط لايك، اي لايك تيكينج فوتوز انا بحب اخذ الصور. اي لايك making cake بحب صنع الكيكه. I like practicing مثلا sports بحب امارس الايه؟ الرياضه. خد بالك من دي، تحط الاي ان جي والفعل اخره اي مش منطوق، احذف الاي وحط الاي ان جي. تمام؟ طيب interrogative صيغه الاستفهام، الدبليو اتش كويستشن. اسال ازاي في زمن مضارع مستمر؟ قلت لك بتحط وات او when او واي او وير. هنا بقول ماذا درست. طب لو انا عايز اقول مثلا
متى تعود من المدرسه؟ هقول لك what when are you coming from school. طب اقول لك مثلا متى بتاكل الغداء؟ when are you eating your lunch. تغدى الساعه كام؟ تمام دي الدبليو اتش كويستشن. لو سالني فيرب تو بي واي ان جي لازم اجاوب فيرب تو بي واي ان جي، وشرحناها في اول في اول المحادثه. تمام. طيب ناخد بعد كده بقى بيقول لي ادوات الربط. تمام. خدنا بط بستخدمها لما اجي اناقض جملتين، يعني I like apples but I don't like bananas. انا بحب التفاح ما بحبش الموز. تمام. I like math but I don't like Arabic مثلا. I like science but I don't like math. طيب الجزء الثاني and بستخدم and امتى؟ and عكس but. and لما اجي اجمع بين جملتين مش يوم بيهم تناقض. يعني ايه تناقض؟ لما قلت لك انا بحب التفاح وما بحبش الموز في تناقض، بحب حاجه وما بحبش حاجه، بحب الرسم وما بحبش الاستماع. لكن لما اجي اقول لك I like drawing and I like listening to music، انا بحب الاثنين مفيش تناقض اهو، بجمع بينهم. انا بحب الرسم وبحب الايه اهي. مثلا انا عايز اقول لك I like apples، انا بحب التفاح and I like bananas. هل في تناقض؟ لا، انا بحب التفاح والموز، انا بحب الرسم والموسيقى، انا بحب الماس والعربي، بحب الانجليزي والرياضه. لكن لو قلت لك بحب حاجه وما بحبش حاجه يبقى ده ايه؟ يبقى ده تناقض. تمام. ودي ادوات الربط اللي عندنا في الدرس ده. فالدرس ده مهم جدا جدا في كل اللي احنا قلناه ده. الكلمات مهمه جدا، ده الموضوع مستمر، ازاي اسال فيه وازاي اثبته. وخدنا لايك بيجي وراها ان جي، ولايك تو بيجي وراها فعل في المصدر. وكمان اسال ازاي في المضارع البسيط لو انا بسال عن حاجه انت بتعملها في المجمل. دو يو لايك ابلز، بتحب التفاح، معناها بتحب التفاح دلوقتي وبكره، دي صفه عندك ولا لا؟ تمام. كمان خدنا بط بتبين التناقض، وان بتبين الايه؟ بتبين تجمع بين الايه؟ صفتين، بتجمع بين جملتين يعني مش فيهم تناقض. تمام.